السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من برنامج إنجليشاوي على يوتيوب. قبل ما نبدأ بس مش عايزين ننسى ندعي لإخواتنا ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم، اللهم آمين. بس كده يا سيدي، طالما وصلك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وتعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل جديد. ويلا نبدأ، بسم الله. عنوان فيديو اليوم زي ما انت شايف قصة وتأثير الشيخ أحمد ياسين، فإنها جسم غريب في المنطقة ولا يمكن أن يدوم هذا. الفترات الأخيرة والأجيال الجديدة بتجهل كتير مين هو الشيخ أحمد ياسين، اللي كان واحد من أسود المقاومة في فلسطين الحبيبة. نتحدث اليوم عن شيخ الصمود والإلهام، الشيخ أحمد ياسين. في قلب فلسطين الحبيبة وسط تحديات الاحتلال وصراعات العصر تبرز شخصية لها مكانتها الخاصة في قلوب الناس وتاريخ الوطن، إنها شخصية الشيخ أحمد ياسين. تربى الشيخ أحمد ياسين بقرية الجورة بغزة، حيث نمت أشجار الزيتون والصبر على المقاومة بأرضه الطيبة. ومن هنا بدأت رحلة شيخ الصمود والإلهام، رحلة امتزجت بالمعاناة والعزيمة، وهي التي صنعت منه رمزا للصمود والثبات في وجه الظلم والاحتلال. رفع صوته لا للتحدي فقط بل لنشر قيم العدالة والحرية والكرامة. كان الشيخ أحمد ياسين ليس مجرد شيخ ديني بل قائد ومفكر وسياسي، يرفع شعارات الحق والمبادئ ويدعو إلى تحقيق العدالة والسلام. انطلقت رسالته بحب ووفاء لأرضه ووطنه. من خلال كلماته الرنانة وأفعاله النبيلة استطاع أن يلامس قلوب الملايين، يشعل النار في نفوس الشباب، داعيا إلى الصمود والتحدي والتضحية أجل تحقيق الكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني. في هذا الفيديو سنكتشف معا رحلة هذا الرمز الوطني ونستعرض مساره الحياتي ونستلهم من دروسه وتجاربه لنبقى مستمرين في النضال من أجل العدالة والسلام في فلسطين وفي كل مكان. شيخ الصمود ورمز الثبات وقائد المقاومة، هكذا يمكن وصف حياة الشيخ أحمد ياسين الذي ولد في قرية الجورة بغزة في عام 1937. كانت بداية حياته مليئة بالتحديات والصعاب، لكنها شكلت جزءا لا يتجزأ من حياته الاستثنائية. ربى ياسين في بيئة تحمل روح المقاومة والصمود، وكانت أرض غزة المحاصرة والمهددة بالاحتلال المدرسة التي تعلم فيها قواعد العزيمة والتصميم. درس الشيخ أحمد اللغة العربية والتفسير القرآني، وسرعان ما تألق في فهم الدين ونشر قيمه السامية. مع تقدمه في السن أصبح ياسين شخصية مؤثرة في المجتمع الفلسطيني، وقدم الكثير من الخدمات الاجتماعية والتعليمية لشعبه. لكنه لم يكتفي بالعمل الاجتماعي فقط بل شارك في تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في عام 1987، وأصبح رمزا للصمود والمقاومة ضد الاحتلال. ثم تعرضه للاعتقال والمضايقات من قبل الاحتلال، لأن ياسين استمر في نضاله من أجل شعبه ولم يتراجع عن الدفاع عن المبادئ التي آمن بها. في عام 2004 اغتالته قوات الاحتلال في غارة جوية، لكن ذكراه وتأثيره لا تزال حية في قلوب الفلسطينيين في ذاكرة التاريخ. حياة الشيخ أحمد ياسين تعلمنا دروسا عظيمة، الصمود والإرادة والثبات، وستظل قصته مصدر للإلهام للأجيال القادمة، دليلا على أن الحق يبقى حتى لو كانت الظروف ضدنا. إرث الشيخ أحمد ياسين بصمة الصمود والمقاومة. رحل الشيخ أحمد ياسين ولكن إرثه الروحي والسياسي
لا يزال حيا ملهما ومحفورا في قلوب الفلسطينيين وفي ذاكرة التاريخ. إن إرثه لم يكن مقتصرا على الكلمات والأفعال، بل تجسد في مسيرة نضالية استمرت لسنوات وتركت بصماتها العميقة في النضال ضد الاحتلال. التأثير الديني: كانت رسالة الشيخ أحمد ياسين متأصلة في الدين الإسلامي، حيث دعا إلى تطبيق مبادئ العدالة والإنصاف والسلام في الحياة اليومية. ترك تفسيره القرآني ودروسه الدينية أثرا عميقا في قلوب المؤمنين، وشكلت موجة جديدة من الوعي الديني في المجتمع. التأثير السياسي: كقائد لحركة المقاومة، الشيخ ياسين يمثل الشخصية الروحية والفكرية للحركة. قادها بقوة وحكمة خلال فترة الصراع ضد الاحتلال، وشجع على المقاومة السلمية العسكرية لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني. التأثير الاجتماعي: قدم الشيخ ياسين الكثير من الخدمات الاجتماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاجتماعي. كان دائما يسعى إلى تحسين ظروف الحياة للمحتاجين. التأثير الثقافي: بفضل روحه القوية وكلماته النابعة من القلب، نجح الشيخ ياسين في جذب متابعين جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. كانت خطبه ومحاضراتهم الكثيرون وتعزز الوحدة والتضامن بين المسلمين. مثل الشيخ أحمد ياسين يستمر في تحفيز الجيل الحالي والأجيال القادمة على مواصلة النضال من أجل الحرية وتحقيق الأمل في مستقبل مشرق للفلسطينيين. ختاما، إلى الأبد في قلوبنا الشيخ أحمد ياسين. في ختام هذا الفيديو نحن نقف لنودع شيخ الصمود والإلهام الشيخ أحمد ياسين، الذي برحيله ترك فراغا كبيرا في قلوبنا وفي مسار النضال من أجل الحرية والعدالة. رحيله لن يخفف إرادتنا في المضي قدما بطريق الصمود والتحدي، بل سيكون إلهاما دائما لنا لنواصل النضال والعمل من أجل تحقيق حلمه وحلم كل فلسطيني بالحرية والكرامة. لن ينسى العالم قصة الشيخ أحمد ياسين، ولن ينساه التاريخ، فقد خلف وراءه إرثا لا يمحى من الصمود والإرادة والثبات. ستظل قيمه وأفكاره مصدر إلهام وتوجيه كل من يسعى لتحقيق العدالة والسلام في العالم. رحمة الله على الشيخ أحمد ياسين. اللهم حقق العدالة والسلام في أرض فلسطين، واللهم أزغ الغمة عن الأمة. اللهم آمين. سلام.